اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا بقى كده منتخب الجزائر كان بيلعب انجولا من شويه والماتش كمان خلص 1-1، فيعني مش عارف بصراحه بدايه تبشر بالخير ولا لا. طبعا يعني كلنا عارفين ان منتخب الجزائر مرشح اول للفوز بالبطوله بحكم يعني اللاعبين اللي عنده وكمان المدرب، وطبعا البطوله اللي كان واخدها عندنا هنا في مصر 2019. فمش عارف بصراحه كده التعادل في اول ماتش ده كان سببه ايه، بس يعني شايف الاحصائيات عندي بتقول ان منتخب الجزائر في الماتش دوت عامل 16 تسديده، منهم بالظبط 3 كرات على الجون وعرف يسجل منهم واحده، ونسبه الاستحواذ كمان وصلت ل 67%. فيعني الاحصائيات بتقول ان منتخب الجزائر كان راكب الماتش. فانا مش عارف بصراحه سبب التعادل ده ايه، هنتفرج كده على ملخص مع بعضينا ونقول راينا عن الماتش، وان شاء الله يعني كده القادم يبقى افضل ليهم باذن الله. تعالوا بقى نتفرج على ملخص مع بعضينا، بس طبعا تيجي مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، تاكد بقى عليك فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد، ويلا بينا. يلا يا عم. مش كويسه يعني. خلص الفيديو. صراحه يعني شايف من وجهه نظري اداء متوسط جدا من منتخب الجزائر، وعنده احسن من كده بكتير جدا كمان بحكم الامكانيات واللعيبه اللي عندك وكمدرب. بس انا بصراحه حاسس من وجهه نظري كده ان اللعيبه بتلعب على اعصابها، او بالاصح كده تحس ان اللعيبه نازله اعصابها مشدوده جدا، فدي يعني حاجه بصراحه مش هتخليك تطلع افضل حاجه عندك. المنتخب بيعمل كميه هجمات وعرضيات كتيره جدا، وناقصه بس كده حته الاستغلال. ويعني عندهم الماتش الجاي منتخب بوركينا فاسو، منتخب من المنتخبات العنيده جدا في البطوله، منتخب يعني عنده امكانيات برده كويسه جدا. فيعني اتمنى بجد جمال بالماضي يهيئ اللاعبين نفسيا اكتر عشان خاطر يعرف يطلع كل الامكانيات اللي عندهم. فيعني بقى هننتظر ان شاء الله كده ماتش الجزائر وبوركينا فاسو. فيعني بتمنى كل التوفيق لمنتخب الجزائر في البطوله، وباذن الله يفوزوا على منتخب بوركينا فاسو وموريتانيا كمان. بس بقى كده خلص الفيديو، تعملوا لايك ومش كمان فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.